كيف دخل لهم الإسلام. هذه الجزر حوالي 1200 جزيرة، والمأهول منها بالسكان 200 جزيرة، وكلهم مسلمون ولا يقيم فيها أحدا غير المسلم، وحتى رئيس الدولة هو الذي يخطب الجمعة وهو الذي يصلي به. نعم. ويا إخواني ويا أحبابي، رجل شوف الإسلام دخل إزاي، لم يدخل عن طريق صحابي من صحابة سيدنا رسول الله، وإنما تابعا من تابع من تابع من تابع. هذا الرجل من اسمه أبو البركات ابن يوسف البربري. منين؟ من المغرب العربي الشقيق. ذهب إلى مكان للتجارة فضل الطريق والمركب غرقت وسبح، حتى أن الصيادون أخذوه إلى هذا المكان. فلما أخذوه للمكان يعني دخل وعالجوه واستمر بينهم، وكان هذا الشاب يحفظ كتاب الله تماما عن آخره عن ظهر قلب. قام بين الناس بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن امرأة جاءت قالت له: يا أبا البركات، إن ابنتي سيأخذونها بالوحش، أي وحش من الأمات. قالت له: كل عام يخرج علينا وحش في هذا الوقت من الأوقات، ولا ينصرف إلا إذا أعطيناه أجمل بناتنا فيفترسها ثم ينصرف. قال لها: لا ترسليها وأنا خارج له. إيه ده؟ خرج أبو البركات بن يوسف، خرج إلى هذا المكان وظل يقرأ سورة ياسين، وظل كذا وظل كذا، ويدعو الله تعالى بالأدعية، وهو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصره، وأن الله سبحانه وتعالى سيهزم الوحش الكاسر أو غيره. إلى 3 أيام حتى رأى الوحش بالفعل، حتى انصرف الوحش إلى مكانه وعاد إليهم. قربه رئيس الدولة إليه